في شارع النزهة في مصر الجديدة بين العمارات السكنية والمحلات. في باب حديد وراه مكان مختلف عن أي حاجة حواليه. مقبرة حرب فيها أكتر من 1700 شخص مدفونين، جنود من بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، الهند، جنوب أفريقيا. ناس جت مصر عشان تحارب في حرب مش على أرضها، وماتت هنا وفضلت هنا من أكتر من 80 سنة. مقبرة هيليوبلس الحربية هيليوبلس وور سيميتري اتأسست في الحرب العالمية الأولى. مصر وقتها كانت تحت الاحتلال البريطاني. القاهرة كانت قاعدة عسكرية ضخمة، وهيليوبلس تحديداً كانت فيها مستشفيات عسكرية كبيرة. الجنود اللي كانوا بيتصابوا في جبهات القتال في فلسطين وسيناء والعراق كانوا بيترحلوا على مستشفيات القاهرة، واللي ما كانش بيقدر يكمل كان بيدفن هنا. في الأول كانت مقبرة صغيرة، بس مع الحرب العالمية التانية كبرت. معركة العالمين سنة 1942 لوحدها ضافت مئات، وكمان الجنود اللي ماتوا في حوادث تدريب أو أمراض أو حوادث طيران فوق الصحراء، كلهم هنا. 1742 شخص مدفونين في المكان ده. حسب السجل الرسمي للجنة الكومنولث لرعاية مقابر الحرب CWGC Commonwealth War Graves Commission. الجهة دي تأسست سنة 1917 ومسؤولة عن رعاية مقابر الحرب البريطانية والكومنولث في 153 دولة حول العالم، ومن ضمنهم مصر، وبتصرف على المقبرة دي لحد النهاردة نظافة، صيانة، ورد، حشيش متقصقص. لو دخلت من الباب الحديد أول شيء ستلاحظه هو النظام. صفوف طويلة مستقيمة من شواهد بيضاء، كلها نفس الحجم، نفس الشكل، حجر بورتلاند أبيض. كل شاهد عليه معلومات محددة: الاسم، الرتبة، الفرقة العسكرية، تاريخ الوفاة، وأحياناً جملة شخصية اختارتها العيلة، زي Until we meet again أو Forever in our hearts. جمل كتبها أهالي من إنجلترا واسكتلندا وأستراليا لأولادهم اللي سافروا ومحدش فيهم رجع. والمقبرة فيها كمان Cross of Sacrifice، صليب حجري كبير موجود في كل مقابر الكومنولث، وفيها Stone of Remembrance، حجر كبير مكتوب عليه Their name liveth forevermore، أسماؤهم خالدة إلى الأبد. الجملة دي اختارها الأديب البريطاني روديارد كيبلينج، نفس الراجل اللي كتب كتاب الأدغال. كيبلينج نفسه كان فاقد ابنه في الحرب العالمية الأولى. ابنه جون كيبلينج اختفى في معركة لوس سنة 1915، عمره كان 18 سنة، ولحد النهاردة مش متأكدين لقوه ولا لأ. فلما لجنة الكومنولث طلبت من كيبلينج يكتب جملة للجنود المجهولين، الجنود اللي معرفوش هويتهم، كتب A soldier of the great war known unto God، جندي من الحرب الكبرى ما يعرفه غير ربنا. وده ياخدنا للجزء الأغرب في المقبرة دي. من ضمن 1742 المدفونين في هيليوبوليس في مجموعة ملهمش أسامي، شواهدهم عليها بس الجملة بتاعت كيبلينج Known unto God. ودول مش حالة خاصة بمصر، في كل مقابر الحرب في العالم في شواهد زي دي. بس السؤال هو ليه؟ ليه جندي يموت ومحدش يعرف هو مين؟ الأسباب كتير. أحياناً الجندي كان بيموت في انفجار شديد وما بيفضلش حاجة تثبت هويته. أحياناً لوحة التعريف المعدنية بتاعته دوغ تاج كانت بتضيع. أحياناً كان بيمر وقت طويل قبل ما يلاقوه.
وأحياناً الأوراق نفسها كانت بتتخلط. في ظروف الحرب البيروقراطية بتنهار، السجلات بتولع. المستشفيات الميدانية كانت بتستقبل أعداد مهولة، وبعض الجنود كانوا من المستعمرات البريطانية، هنود، أفارقة، مصريين، ودول تحديداً سجلاتهم كانت أضعف بكتير من الجنود البريطانيين أو الأستراليين، مش لأنهم أقل أهمية، لأن النظام اللي كان شايلهم كان بيعاملهم بشكل مختلف من الأساس. Egyptian Labor Corps، فيلق عمال المصري. في الحرب العالمية الأولى بريطانيا جندت عشرات الآلاف من المصريين، مش كجنود مقاتلين، لا، كعمال. حفر خنادق، نقل ذخيرة، بناء طرق، مد سكك حديد، شيل ونقل في الظروف الأصعب، في سيناء، في فلسطين، في فرنسا حتى. فرنسا. فيه مصريين راحوا الجبهة الغربية في أوروبا. عمال. ما كانش معاهم سلاح، بس كانوا في قلب المعارك، وكتير منهم ماتوا من القصف، من البرد، من الأمراض. والمشكلة إن السجلات بتاعتهم كانت شبه معدومة. بريطانيا كانت بتسجل جنودها بدقة: اسم، رقم، فرقة، تاريخ تجنيد، تاريخ وفاة، مكان الدفن. بس العمال المصريين كتير منهم كان مجرد رقم في كشف، لا اسم عيلة، لا عنوان، لا صورة. ولما كانوا بيموتوا أحياناً كان بيتم دفنهم في أقرب مكان، وأحياناً ما كانش حد بيسجل حتى مكان الدفن. المؤرخ البريطاني كايل أندرسون كتب عن الموضوع ده، وقال إن فيلق العمال المصري كان The Forgotten Force، القوة المنسية. عشرات الآلاف خدموا، مئات ماتوا، وأغلبهم محدش يعرف فين مدفونين بالظبط. وفي الحرب العالمية التانية الموضوع اتكرر. مصر بقت مسرح عمليات رئيسي. معركة العلمين سنة 1942 كانت نقطة التحول في الحرب. مونتجومري ضد رومل. والمعركة دي فيها قصة مشهورة جدا، عملية بيرترام، واحدة من أذكى عمليات الخداع في تاريخ الحروب. الإنجليز بنوا جيش وهمي كامل، دبابات من خشب ومطاط، شاحنات مزيفة، خطوط أنابيب كاذبة، وحركوا القوات الحقيقية بالليل وغطوها بالنهار. كل ده عشان يخلوا رومل يفتكر إن الهجوم جاي من الجنوب، والهجوم الحقيقي يجي من الشمال. والخطة نجحت. بس اللي مش كتير ناس تعرفه إن اللي بنوا الدبابات الخشب دي، واللي حفروا الخنادق الوهمية، واللي مدوا الأنابيب المزيفة، كانوا عمال مصريين. وبعض المؤرخين ذكروا إن عدد كبير منهم ماتوا أثناء العمل، من الإرهاق، من الحر، من القصف الألماني العشوائي، ومعظمهم ما تسجلوش. النهاردة لو فتحت موقع لجنة الكومنولث وبحثت عن مقبرة هيليوبوليس هتلاقي كل الأسماء: جنود بريطانيين، أستراليين، هنود، نيوزيلنديين. كل واحد فيهم ليه صفحة، اسمه، رتبته، عمره، فرقته، وأحياناً حتى صورته. بس لو دورت على أسماء مصرية مش هتلاقي كتير، لأن النظام من الأساس ما كانش بيعاملهم كجنود، كانوا عمال. والعمال ما كانش ليهم نفس حقوق التوثيق، مش نفس الشواهد، مش نفس السجلات، وأحياناً مش نفس المقبرة أصلاً. الدكتور عبد الوهاب بكر، أستاذ التاريخ الحديث في جامعة القاهرة، كتب عن الموضوع ده
وذكر إن مصر قدمت تضحيات ضخمة في الحربين العالميتين، بس التضحيات دي ما خدتش حقها، لا في التوثيق البريطاني ولا حتى في كتب التاريخ المصرية. ناس من بلدنا نسيناهم قبل ما غيرنا ينساهم. النهاردة مقبرة هليوبوليس لسه موجودة، لسه نظيفة. سياح بييجوا من أستراليا وإنجلترا يزوروا أقبار أجدادهم، بيقفوا قدام الشواهد، بيعيطوا أحياناً، بيسيبوا خطابات وصور، بس محدش بيجي يزور العمال المصريين، لأن محدش يعرف فين مدفونين بالظبط، ومحدش يعرف أساميهم، ومفيش شاهد عليه اسم واحد فيهم. في مقبرة هليوبوليس في شواهد مكتوب عليها known unto God، ما يعرفوا غير ربنا. الجملة دي كيبلينج كتبها وهو بيفكر في ابنه اللي ضاع، بس يمكن من غير ما يقصد. الجملة دي بتنطبق على ناس تانية خالص، ناس من بلدنا عاشوا هنا وماتوا هناك، ومحدش كتب أساميهم، لا على شاهد ولا في سجل ولا حتى في كتاب تاريخ. Their names liveth forevermore، بس بشرط إن حد يكون كتبها الأول.